منذ العام 2008 والبطولات الكروية في فلسطين تسير بانتظام. موسم طويل وشاق احتاج لجهود جبارة للخروج بأبهى الصور. في هذا التقرير نستعرض أبرز محطات ومنجزات اتحاد كرة القدم عن موسم 2014-2015، وعلى البداية مع أخبار المنتخب الوطني هي الأنسب. فالموسم المنقضي كان تاريخياً بكل المقاييس، باعتباره شاهداً على أول مشاركة فلسطينية في أهم بطولة كرة قدم على مستوى قارة آسيا، وذلك مطلع العام الحالي في أستراليا. كان هنا في المحافظات الشمالية كان في على مدار الموسم إصرار وتحدي ومتابعة وجمهور، والأخطاء كانت كثير محدودة، يعني مش خارجة عن المألوف. وفي المحافظات الجنوبية في عقاب حرب كان فيها تدمير للمنشآت، وكان فيها اغتيال لجزء من رموز الحركة الرياضية من لاعبين وإعلاميين وإداريين وفنيين، بالإضافة إلى الكوارث الإنسانية اللي حصلت في غزة. ومع كل ذلك ينهض اللاعب الفلسطيني بالمنظومة اللي عندي مع الاتحاد وينجز هذا الدوري. أعتقد هي عظمة الشعب الفلسطيني. طويت صفحة المشاركة الآسيوية الأولى وبدأ التحضير للثانية إلى جانب كأس العالم في تصفيات مشتركة. منتخبنا بأسمائه الجديدة سواء لاعبين أو مدربين افتتح مشواره الطويل في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولتي كأس العالم وكأس آسيا، وظهر لغاية الآن في لقاءين 2 فقط، فاز في واحد وخسر الآخر، والآمال كبيرة على تحقيق الإنجاز المرجو. انتظام الدوري، وجود دوري قوي هو ينعكس بشكل إيجابي على مستوى المنتخب الوطني، بحيث أن يعني هناك حينما يكون هناك فترة إعداد جيدة وتحضير جيد للاعبين في النادي ينعكس هذا على المنتخب الوطني، وبالتالي نستكمل مشوار ما بدأه مدربين الأندية. دائما مع أخبار المنتخبات، لكن مع الأولمبي هذه المرة، فمن الأمور اللافتة التي تحسب على الموسم الماضي تحقيق المنتخب الأولمبي إنجازا غير مسبوق بتأهله للدور الثاني في دورة الألعاب الآسيوية في إنشيون بكوريا الجنوبية. من القضايا الهامة التي شغلت اتحاد الكرة الموسم الماضي وما زالت معاناة كرة القدم الفلسطينية والهجمة الإسرائيلية عليها، حيث توجه اتحاد الكرة إلى نظيره الدولي بهدف وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. وقد صوت أعضاء الفيفا بنسبة 90% لصالح المقترح الفلسطيني القاضي بتشكيل لجنة من كونغرس الفيفا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. بطولة دوري جوال المحترفين لأندية محافظات الوطن الشمالية من أهم البطولات التي ينظمها اتحاد اللعبة. هذا الموسم كان عيدها الخامس، حيث رفع شباب الظهرية كأس الدوري للمرة الثانية في تاريخه. موسم شهد هبوط فرق شباب يطا وجبل المكبر إلى مصاف دور الاحتراف الجزئي، الذي صعد منه إلى دور الأضواء فريقا سلوان صاحب المركز الأول وشباب السموع الوصيف. وبصفة غزلان الجنوب أبطالا للدوري، فإنهم سيمثلون فلسطين في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي الموسم المقبل مباشرة من دور المجموعات. طبعا احنا بالنسبة لفريق الظهرية هو فريق طبعا عنده خبرة كبيرة، عنده جمهور عريق، عنده إدارة حكيمة استطاعت انها توفر الاستقرار للفريق، زائد انه الفريق المدير الفني للفريق عمل متواصل وعمل جدي، وكان له الأثر الكبير في انه حصل هذا الفريق على الدوري في هذا العام. بالحديث عن كأس الاتحاد الآسيوي، فإن الموسم الماضي عرف أول ظهور رسمي لفلسطين في البطولة من خلال ترجي وادي النيس، الذي لعب لحساب المجموعة الثانية واحتل فيها المركز الثالث بعد عرض طيب، في حين لم ينجح هلال القدس في تخطي عقبة الدور التمهيدي أمام الجيش السوري. على مستوى بطولة الدرجة الممتازة لأندية محافظات الوطن الجنوبية، فإن اتحاد الشجاعية الظافر للمرة الأولى في تاريخه بلقب الدوري، ولأن إصرار وإرادة أبناء الشجاعية تخطت كل الصعاب والمحن، فقد كتبوا اسم الشجاعية بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم الفلسطينية بعدما توجوا بلقب الكأس، محققين ثنائية تاريخية في موسم استثنائي.
تحقيق الفوز بالدوري والفوز بالكاس لأول مرة يحدث في تاريخ هذا النادي منذ 39 عاما. هذا النادي أنشأ منذ 1976، ولكن بحمد الله حقق الثنائية بصبر هؤلاء الأبطال وبشجاعة هؤلاء المعطائين وبصمود هذا الحي وبصمود أهل هذا الحي ووقوف جماهير هذا الحي مع هذا النادي. في بطولة الكأس لأندية المحافظات الشمالية، أهل الخليل هو الآخر كان على موعد تاريخي بحصده للقب الكأس للمرة الأولى. وللمرة الأولى أيضاً أعلن اتحاد الكرة عن مباراة موحدة بنظام الذهاب والإياب تجمع بين بطلي الكأس في الضفة وغزة لتحديد بطل فلسطين، حيث سيقام لقاء الذهاب في غزة في 4 من الشهر المقبل، ولقاء الإياب في 8 من نفس الشهر في مدينة الخليل. والفريق الفائز سيمثل فلسطين في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عبر البطاقة الثانية من المرحلة التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات. كان موسم النادي الأهلي منيح شوية، بجوز بالدوري ما ركزنا كيف بالكاس، يعني كان بالدوري صعب علينا نكون بمراكز متقدمة لأنه عدى علينا أكثر من مدرب لما وصلونا الطليان، بس بالكاس كان في مباريات محترمة ولعبنا مع كذا فريق محترم، وادي النيس، هلال القدس، بالنهاية فريق بلاطة الرائع، والنهاية توجنا بفوز بكأس فلسطين. من ضمن البطولات العديدة التي نظمها اتحاد الكرة الموسم الماضي دوري بنك فلسطين للسيدات. آنسات سرية رام الله نجحن في تحقيق اللقب للمرة الرابعة توالياً، ليضاف لقب الدوري إلى لقب كأس رئيس الاتحاد الذي ظفر به فريق السرية بداية الموسم. وفي بطولة دوري الدرجة الثانية لأندية المحافظات الشمالية فاز كل من طوباس كبطل لمنطقة شمال الضفة، وأبناء القدس لمنطقة الوسط، وجورة الشمعة على منطقة الجنوب، في حين فاز كل من ناديي شقبة عن منطقة الوسط والكرمل عن منطقة الجنوب بالمراكز الأولى في بطولة الدرجة الثالثة. وفي غزة وضمن بطولة دوري الدرجة الأولى ظفر شباب جباليا بالمركز الأول، بينما حل خدمة المغازي ثانياً. على صعيد الدورات التدريبية فقد نظم اتحاد الكرة 19 دورة وورشة عمل لحكام اللعبة، وذلك مناصفة بين شقي الوطن ولكلا الجنسين، فضلا عن إفادة عدد من الحكام إلى الخارج للمشاركة في الدورات. وما ميز الموسم المنصرم على المستوى التحكيمي هو مشاركة عدد من حكام الضفة الغربية في تحكيم مباريات رسمية ضمن بطولتي دوري الدرجة الممتازة والأولى في قطاع غزة. أما على مستوى الدورات الخاصة بمدربي كرة القدم فقد نظم الاتحاد بالتعاون مع نظيره الآسيوي 7 دورات ما بين مستويات ال A, B, C. موسم انتهى وآخر جديد بات على الأبواب. أندية بدأت بإبرام الصفقات مع اللاعبين، وأخرى بدأت الاستعداد على أمل أن يصب ذلك في مصلحة المنتخب الوطني في مهمته الطويلة والشاقة بالتصفيات الآسيوية.